السلام عليكم. ابراهيم سعيد النهارده بيكتشف غلطه كبيره قوي في الجواب اللي مبعوث من شباب الرياضه لنادي الزمالك بيعزل فيه مرتضى منصور. غلطه بص هتقلب الدنيا. لو الغلطه دي محدش خد باله منها مرتضى منصور يبقى رئيس نادي الزمالك تاني. قبل بس ما نشوف الغلطه الكبيره اللي حصلت في خطاب شباب الرياضه للزمالك واللي اكتشفها ابراهيم سعيد، اتمنى منكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وكمان تشيروا على قد ما تقدروا وكمان لايك جميل زي حضراتكم بالظبط. ابراهيم سعيد على الفيسبوك رفع وقال لهم ايه؟ نفس الكلام اللي هم باعتينه، رسميا عزل مرتضى منصور من رئاسه نادي الزمالك. رسالتي لوزاره الشباب والرياضه اسمعوا. في الخطاب مكتوب غلط، اسمه مرتضى احمد محمد منصور مش مرتضى محمد احمد منصور. لا وما اكتفاش ابراهيم سعيد بكده، لا كمان رفع بوست على تويتر ودعمه بالخطاب اللي هم باعتينه بنفس الكلام وقال لهم الاسم غلط وحط لهم صوره من الخطاب اللي هم باعتينه. طب احنا هنبص بقى كده في الخطاب اللي هم باعتينه ونشوف اسم مرتضى منصور مكتوب ازاي. ودي بقى يا جماعه صوره من الخطاب الرسمي المبعوث من شباب والرياضه لنادي الزمالك بيقول له ان مرتضى منصور انعزل عن منصبه وما عادش ذو صفه ولا ينفع حتى يبقى رئيس نادي الزمالك تاني في الانتخابات اللي جايه. بص انا حاطط لك تحت منه خط احمر اهوت، السيد مرتضى محمد احمد منصور. فعلا زي ما ابراهيم سعيد قال هم كاتبينه غلط، هو المفروض يتكتب ازاي؟ مرتضى احمد محمد منصور مش العكس. الجواب ده هينبين عليه حاجات كتيره قوي 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 قدام، غلطه كبيره قوي في الخطاب ده. طب هيطلع واحد يقول لي ما يمكن هم صح وابراهيم غلط، طب احنا نعمل ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه جميله، هنجيب بقى صورة من قرار النيابة اللي فيه صورة بطاقة مرتضى منصور، وطبعا القرار ده انتشر قوي على الفيسبوك وكلنا شفناه، يعني مش جايبه من عندي. بص كده حضرتك الاسم الموجود فيه ايه، وكمان في صورة لبطاقة مرتضى منصور نفسه. بص مكتوب فيه ايه؟ مرتضى احمد محمد منصور. اذا ابراهيم سعيد اكتشف غلطة كبيرة قوي في الخطاب اللي مبعوث من شباب الرياضة لنادي الزمالك، هيعمل مشكلة كبيرة قوي قدام وكلنا عارفينها. واحد هيطلع يقول لي ده هم قصدنا او مش قصدنا، انا هقول لك ما اعرفش وربنا بس هو اللي يعلم. الحكم ليكم انتم. وبجد ابراهيم سعيد اكتشف غلطه كلنا ما خدناش بالنا منها وكانت هتعدي على الناس كلها. يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم. سلام.